الصغيره ديت ساده والكبيره ديت شويه اللي هي المحشيه. بص انا عايز اوريكي حاجه، احنا عملنا غريبه، اللي ما شافش الفيديو يرجع للفيديو بتاعنا على القناه. شوفي لي حشو الكحكايه القمر دوت عامل ازاي، والحشوه الرهيبه اللي احنا عملناها دي. بص ماسك كحكايه قد ايه، بص التسويه اهو، بصي روعه، كحك فتاك. اول خطوه معانا يا جماعه سهله جدا، هحط اولا نص كوبايه من الميه اهو، نص كوبايه من الحليب الدافي، كيس خميره فوريه، عليهم نص معلقه سكر، واقلب الكلام ده كله واسيبه على جنب يخمر. دي اول خطوه يا جماعه. بعد ما بنسيبها تتفاعل كده على جنب، نشوف الخطوه اللي جايه عباره عن ايه. كده الخميره معانا التفاعل بتاعها تمام التمام. نبتدي بقى نشتغل في كل المقادير، بدل ما نغرم خامات ونغرم مقادير لازم تتاكدي من تفاعل الخميره بتاعك يكون كويس بالشكل ده كده. شايفه الفوران ده كده؟ كيس الخميره اللي معايا تمام التمام. يلا بقى نجهز الدقيق ونجهز حاجتنا ونخش في الخطوه اللي جايه. عندنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، هنحط عليه معلقتين كبار من السمسم، عندي كمان معلقتين من السكر البودر، معلقه كبيره من ريحه الكحك، عندنا كمان ذره ملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر. نقلب الكلام ده كله ونرفعه على العجان ونشوف الخطوه اللي جايه هتبقى ايه. ممكن تخدمي عليه بايديكي، ولكن ادام الحاجات دي متوفره نقدر نعملها من غير ما نتعب نفسنا باي حاجه. اهو انا شغال كمان على كيلو، فنقدر نشتغله بايدينا مفيش مشكله خالص. المعيار يا جماعه بتاع كيلو الدقيق هياخد بالظبط نص كيلو من السمنه. السمنه ديت بارده يعني متسيحه على النار وبعد كده سبتها لغايه ما تبرد. عايزاه مقدوح ممكن تسخني السمنه، ونفس المعيار نص كيلو. تمام. طب انا ما عنديش ميزان، هنعاير بالظبط كده كوبايتين ونص من الكوبايه ديت. تمام الكلام. يبقى احنا كيلو الدقيق اللي احنا هنشتغله عليه نص كيلو من السمنه. وخدي بالك السمنه لازم تكون جودتها كويسه، ده بيفرق من سعر الكحك في المحلات. فلازم السمنه هي رقم واحد في خبيز الكحك او عمل الكحك. يلا بينا. هنا يا جماعه خلاص الدقيق احنا قلبناه كويس قوي مع الخامات اللي احنا قلنا عليها. هننزل مع بعض بنص كيلو من السمنه على كيلو الدقيق اهو. سمنه رقم واحد تكون جودتها كويسه. هنعيد ونزيد في كل الكلام دوت تاني اهو. قلب يا باشا بقى الكلام ده كله كويس. حلو قوي الكلام ده. تمام كده يا جماعه. هنبتدي نحط الخميره بتاعتنا تدريجي وما نعجنش كتير عشان خاطر العجينه ما تعملش معايا عرق. فهنزل بنص الكميه كده ونضرب، وبعد كده نشغل نص الكميه التاني. نحط بقى بقيه الكميه اهو وشغل يا باشا. كده يا جماعه احنا دنيتنا تمام التمام بفضل الله. بصي العجينه ما شاء الله ولا غلطه، مقادير مظبوطه جدا. تعالوا نعمل مع بعض بقى خلطه حلوه قوي نحشي بيها الكحك بتاعنا. انا عندي هنا ايه، ملبن، معلقه سمنه بلدي، هنحط عليهم شويه قرفه صغيرين، شويه عين جمل هنجرشهم كده، شايف المنظر اهو، معلقه سمسم كبيره. قلب يا باشا الخلطه العظيمه دي. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نكورها كور صغيره ونجهزها ونهيئها ونشكلها عشان تتحشي جوه الكحك بتاعنا. تمام اهو. يلا يا باشا نكمل الحشوه الجميله ديت وبعد كده نخش نشوف الكحك هنعمل فيه ايه. خلي بالك الخطوه دي اسهل بكتير من ان انت تعملي عجميه بقى وتحط عسل ابيض والقصه بتاعتنا ديت مش عايزينها. احنا دلوقتي بنسهل على نفسنا الموضوع وبناخد نتيجه احسن كمان. يلا بينا نشوف بقى هنعمله ازاي. عندنا العجين بتاعنا يا جماعه، خلي بالك انا ما سبتوش يخمر ولا يريح ولا اي حاجه، انا بس بمجرد ما عملت الملبن والحشوه بتاعتنا هنبتدي بقى ناخد قطعه كده حلوه. بصي الكحكايه حلاوتها، حاولي كل الكحك وانت بتقرصيه او بتقطعيه كده يطلع كله مقاس واحد وتلفيها كده. بصي ما شاء الله ولا هتلاقي تشققات ولا اي حاجه، انا بلفها بس ما بضغطش. ما شاء الله. وبالبصمه بتاعتنا ده ساده طبعا من غير حشو اهو. بص الكحكايه عامله ازاي، روعه الروعه. تاكليها على قطمه واحده. اوريكم كمان واحده بالحشو كده، حته قد دي كده. عجينه عامله زي الملبن في ايدي ما شاء الله. واروح حاطط الحشوه بتاعتنا ونقفل اهو. الموضوع سهل جدا، وقعد الولاد بقى يتسلوا معاكي في القصه دي. ايه رايك في الموضوع؟ سهل جدا جدا. حط يا باشا وبرده بالبصام. ايه الدلع ده؟ مفيش احسن من كده. تعالوا بقى نعمل الكميه كلها اللي معانا وبعد كده اوريكي شكل الصاجات بتاعتنا. ده الصاج بتاعنا، اول صاج عملناه ساده. بص بقى بتعملي ايه،
ودوت بالحشو ما شاء الله. شايفه المنظر عامل ازاي؟ كله فوق بعض كده، بحيث ان اللي يخمر او يريح شويه تسويه على طول بالترتيب. شايفه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب هندخله الفرن على درجه حراره 180، وبعد كده هوريكم شكل السجاد بتاعتنا هتكون عامله ازاي. بيقعد حوالي 20 دقيقه. اول ما تحس ان هو ابتدى يستوي من تحت او يحمر من الجناب، شغلي الشوايه حاجات بسيطه حوالي دقيقتين ولا حاجه، وطلعي احلى كحك في الدنيا. ما شاء الله يا جماعه، الكحك خارج من الفرن. كلنا من واحنا عيال صغيرين اتربينا على الكلام دوت. اتمنى لو عندكم ولاد تعملوا لهم حتى ولو كميه صغيره، وهي دي الفرحه اللي بجد. نقدر نشتري كلنا، ولكن دي ليها اجواء تانية وذكريات ما بتتنسيش. شوفي لي جمال الكحكه والامارات دول، يا نهار ابيض على الجمال يا جماعه. دي على قطمه واحده على طول اهو. بصي شايفه التسويه عامله ازاي؟ بص الحشو، الكحك دايب يا جماعه، دايب. بصي يا دلعك يا حديدي. شوفي لي حشو الكحكايه القمر دوت عامل ازاي. بص كده، بص الجمال والنعومه والتسويه والحشوه الرهيبه اللي احنا عملناها دي. هو ده الكلام. تعالى هنا يا باشا، اكلي بقى الولاد وابو الولاد، وهنأكل الشارع والجيران كمان. هي دي فرحه العيد، حاجه محترمه جدا. اتمنى فعلا تجربوا الوصفات بتاعتنا، هي دي الفرحه اللي بجد. كل عام وحضراتكم بخير. سلام.